وانا عايز اقول لكم ان احنا لما بنقول دلوقتي من ضمن ان احنا ننسق مع دول الطوق، بقول ان دول الطوق دي كانت سوريا منهم، وعمقها كان العراق. لا العراق موجوده ولا سوريا هتبقى موجوده بالبساطه ديت. ليه؟ لان لما الجيش تدخل ونحاز لحد ما نحس للدوله، فلما انحاز ابتدى يستخدم القوة ضد الناس الآخرين، أي مكان الآخرين، وأي مكان يعني نجاعة وقوة الأسباب للآخرين. أنا ماليش دعوة، أنا كجيش ماليش دعوة. وأنا بقول الكلام ده النهاردة لأن في موضوع مهم احنا بنتكلم فيه دلوقتي، في حالة موجودة في البلد هنا في مصر. اوعوا تتصوروا ان من الوطنيه ان احنا نقف مع حد ضد حد. وفي الجزء الثاني من التسريب الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر مصر، حذر السيسي من أن تدخل الجيش لطرف ضد الآخر قد يقود مصر إلى المشهد السوري الدامي. أنا عايز أقول لكم اوعوا تتصوروا ان الموقف لما هيتصفى في سوريا بعد 6 شهور ولا 3 شهور أكتر أو أقل، اوعوا تفتكروا ان الدولة السورية هتستعيد عافيتها في 3 4 5 سنين. ده في دم أنهار، 40 50 ألف ماتوا واتصاب قدهم مرتين 3، اللي اتشالوا إيد واللي اتشالوا رجل واللي اتشالوا عين. الكلام ده إذا كنا احنا بنتكلم على 700 800 اتصابوا في أحداث الثورة، مش رقم صعب جدا. ويقول لك لازم المحاكمات ولازم نعمل ولازم. طب ما ليه 50 ألف نعمل إيه؟ ده يبقى كل أسرة فيها 1 ولا 2 في الأسرة اللي موجودة في سوريا، يبقى الطار مش هينتهي، يبقى الانقسام هيفضل مستمر، هيبقى الفوضى رقم موجود على طول. كام سنة 2 5 10 راحت الدولة السورية.